يعني لو ما كانش الشباب اللي زيك هو اللي يسمعني، مين اللي هيسمعني يعني؟ يا حبيبي اسمعك على عيني وراسي. بقول لك ايه، جرب كده اصحى الصبح واشرب شويه ميه منقوع فيها شرايح ليمون، ودايما خليها معاك في ازازه. بص بقى، جسمك بعد كده مش هتعرف، هتخس جامد جدا. مين فينا ما سمعش الكلام ده من هو صغير؟ ولما تبدا تظبط اكلك بالذات وتبدا تعمل رجيم، المعلومه دي اول حاجه بتتقال لنا، بس احنا هنا هنصحح المعلومه، وخصوصا عند السيدات. انا بحذرك. بص يا سيدي، عايز تشرب ميه بليمون يوميا، الموضوع مفيد، وهتحس كمان انك شبعان، وكمان مش هتضطر تشرب مشروبات سخنه تحط سكر بقى وسعرات، بالتالي وزنك هين بالمره. كمان كل الفوائد اللي في الليمون انت هتاخدها. مش متفائل. لكن ان يقول لك المشروب ده هيحرق الدهون وهيسرع عمليه الحرق، الكلام ده غلط تماما. المشروب ده مش بيطهر الجسم من السموم ولا حاجه، بالظبط كده زي ما بقول لك، لان معدتنا بيبقى موجود فيها حمض اسمه حمض الهيدروكلوريك، وده قادر ان هو يخلص المعده من اي ميكروبات او اي سموم داخله ليها. ولكن الليمون فيه حمض اسمه حمض الستريك، ولو قارنا ما بين الحمض ده وده هنلاقي طبعا ان حمض الهيدروكلوريك ده نينجا خالص، وهو اقوى بكتير. خلاص الكلام، مش اي مشروب مشهور من المشروبات النينجا اللي بنشوفها على النت كده بنجربها. لو عايز تشرب ميه بليمون اشرب واستفاد من فوائد الليمون، ولكن بلاش كل شويه نقول ان هي هتخسسنا. خلصت حلقه النهارده، يلا سلام.